محمد الصاوي، اهلا بك في موقع عين على الفن. اهلا بيك واهلا بعيون على الفن. نقول لك يعني محمد الصاوي المطرب ولا محمد الصاوي الملحن افضل بالنسبه لك؟ الاتنين واحد، يعني انا شايف ان الاتنين ما بيفرقوش عن بعض كتير، يعني في الاخر انت فنان بس. اولا مبروك على، او اقول لك ايه، كذا مبروك على اغنيه هيفاء وهبي الجديده. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الاول غنوة هيفاء، لان غنوة هيفاء بالنسبه لي تجربه جديده قوي، والحمد لله ده كرم من ربنا. الغنوة ببساطه انا عملت مع هيفاء غنوة 80 مليون احساس بتاعت مصر. الغنوة كانت حلوه الحمد لله، وهي قدمتها بشكل حلو ولقيت قبول، لقيت قبول كويس عند الناس. فبعد كده الحمد لله كان في ديل ما بين هيفاء وما بين دافيد فانديتا، ده موزع ودي جي معروف، احسن دي جي في العالم تقريبا، وهو بلده فرنسا. كان في شكل موسيقى معين هي عايزه تروح تعمله، فالشكل ده انا شفته وابتدينا نشتغل عليه سنه سنه كده لحد ما ربنا كرم بيه بحاجه معينه حصلت عليه، وجي معانا في الكلام امير طعيمه، وطبعا ديفيد فانديتا كان الكومبو بتاعه، يعني التوزيع بتاعه. هيفا غنت وطالع الموضوع مختلف وحلو عليها. أنا الغنوة هي هيفا بتغني بالعربي، وفي بلوك بسيط كده بالانجلش، ديفيد تقريبا هو اللي بيفويس فيه او حاجه زي كده. هي ليها كذا شكل بينزل، يعني الشكل اللي نزل بره في فرنسا غير الشكل اللي هينزل هنا عندنا في اف ام. سمعت ان هي متوزعه في 48 بلد. الحمد لله الالبوم متوزع في 48 بلد، وفاز بمركز اول. الغنوه التراك بتاع ده تحديدا من ضمن تراكات فانديتا في الشريط كله، خد مركز اول في اذاعه فرنسا، وبودابار اشتروا الغنوه. احساس بالنسبه لي جديد قوي، لان انا كنت برضو يعني ما طلعتش بره قبل كده. المطربين والملحنين دايما بيقولوا ان احنا عاوزين نطلع للعالميه. مهم والباب اتفتح، والنهارده الميلودي الحمد لله يا رب، فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. المهم دلوقتي، لان الميلودي المصري والميلودي الشرقي بقى موضه، يعني بقى هم اللي عايزينه بره، ان كان اوروبا او تركيا او الناس دي بتاخد اغانينا دلوقتي وبيحبوها من الميلودي الجمله بتاعتنا. فاحنا ان شاء الله مهم ان احنا نقدم ده ونعلى ببلدنا شويه. يا محمد يعني ليك الحمد لله، الحمد لله والله، الحمد لله فضل من ربنا، والله ما حسبت الحاجه يعني. كذا ماستر هيد وعامل كذا اغنيه يعني. الحمد لله بتبقى توفيق من عند ربنا. سعيد وعامل، لا انا عامل لبي سليم، وعامل الهيد بتاعها الجديد ان شاء الله، وعامل الجريني وتامر حسني وكان قبله حمائي واليسا وجنات حبيبي على النيات وبقى سلطان. انا مش معاهم، انا بحب الغنوه دي قوي. فيعني الحمد لله كان في اختلاف، اهم حاجه ما يكونش الحاجات شبه بعضها. انا ما بحبش الرتابه، فربنا كريم يعني انه بيديني الموهبه ان انا اطلع ده وان الناس بتقبله، لانه في الاخر ما بتبقاش انت واثق فيه قوي برضه. بس لو اتكلمنا على ميشن 3 بقى، يعني انت بدايتك الحقيقه كانت في الغنى في ميشن 2. ميشن 2 من خلال روتانا، ده ألبوم للناس اللي بتشوفنا وما تعرفوش. ده ألبوم ميشن 2 او ميشن 1 او ميشن 3 وات ايفر، ده منتج من منتجات روتانا، بيقدم مجموعه من الشباب المصريين او المطربين الجداد بغنوتين، بيصوروا منهم غنوه واحده، وبيبقى في يعني بيقدم مواهب جديده زي اي حاجه. ده انا اتقدمت من خلال ميشن 2. وبعد كده الحمد لله يعني لقيت استحسان عند الناس الاغنيتين، يعني اتفوجئت حتى ان يعني من ورا قلبي دي الغنوه اللي ما اتصورتش، فلقيتها الناس سامعاها وعارفاها وعلى موبايلات الناس، وفي احيانا الناس ما تبقاش عارفه ان انا بغنيها، بس هم مبسوطين بالغنوه دي، حاجه بتبسطني. فان شاء الله خلتنا ناخد الخطوه اللي جايه. احنا اوريدي شغالين على الالبوم ان شاء الله باذن الله. انت عملت الاغنيتين دول كلاسيك شويه او عاطفي شويه؟ كان فيهم برافو عليك، كان فيهم لون، كان فيهم ستايل معين، ان الراجل ده بيقول الحته دي بالظبط. ده كان توجيه من الشركه ومن مستر سعيد امام، علشان هو انا بغني اشكال كتير، بس ان احنا ننزل دلوقتي باي شكل ما بيبقاش انا اللي بختار. طب ميشن 3 بقى، هل هتعمل برضه؟ انا لسه مش عارف فكره ميشن 3 ايه. احنا اللي انا اعرفه ان احنا شغالين على الالبوم بغنوه وغنوتين وثلاثه واكتر كمان، معانا افكار كتير وشغالين عليها والحمد لله رسمنا ملامح. احنا هننزل بايه في ميشن 3 هياخد كده احنا هناخد من شغل الالبوم. هناخد ايه من شغل الالبوم لسه ما اتضحلناش. الاغاني اللي هناخدها طبعا صور غنوه واحده، طب هناخد غنوه واحده، طب هناخد غنوتين، كل دي تفاصيل انا مش معايا، بس احنا لسه مجهوله. بس احنا خلاص احنا بس كل واحد اشتغل، يعني ابتدت الشركه تشتغل على شغله بشكل خاص، بشكل لوحده، اللي هو انت ليك الاغاني دي ستايلك اهو بيقرب الشكل ده، هنروح لفلان ده هيكتب ده هيوزع، فالدنيا بقت ابتدت تبان اكتر يعني. بس الحمد لله وربنا يكرم دايما. انت ناوي تخش بستايل يعني
تخش مقسوم شويه ولا مش والله ما شرط. انا بالنسبه لي والله العظيم والله حتى يعني في الالحان وجهه نظري في التلحين مفيش حاجه اسمها الغنوه ستايلها ايه. في حاجه اسمها غنوه حلوه وغنوه وحشه. ممكن تبقى غنوه حلوه جدا دراما، وممكن تبقى غنوه حلوه ما ستايل ريتم، مش شرط حاجه معينه. بس هو بفكر الانتاج بنسبه كبيره ان هم مش هيروحوا لتصوير اغنيه هاديه، لان انا كنت قدمت للناس من خلال ده. فالفرايتي مطلوب ان انت تقدم حاجه مختلفه عليك شويه. بس في ناس بتقول يا محمد ان يعني الغنوه اللي فيها الافيه هي اللي بتسمع مع الناس. انت كملحن يعني خبرتك بقى يعني تقدر تقول لنا هل الغنوه اللي فيها الافيه، يعني انت بتقول في غنوه وحشه وفي غنوه حلوه. اوكي تمام. هل الكلمات برضو يعني في كلمات كويسه ممكن حتى لو ما كانتش فيها افيه تسمع مع الناس؟ الفكره مش في الافيه، الفكره في ان الغنوه قريبه من الناس ولا بعيد. ما انت النهارده عشان تكلمني بغنوه تنجح في وسط الشارع لازم تكون بثقافتنا احنا بكلام النهارده. ما ينفعش اجي اقول لك انا اظن اني غدا مش عارف ده خلاص ده كان كلام احنا بنتكلم بيه من سنين، فما ينفعش انزله النهارده. الاغاني دايما بتعبر عن مجتمع زي ما الافلام بتعبر عن مجتمع، بتناقش حاضر احنا عايشين فيه. فما ينفعش تسبق او تاخر، لازم تكون جواه بكلام الجيل اللي انت فيه. بس فهي الفكره كلها بغنوه ناجحه مش بفكره الافيه. فكره مفهوم الغنوه بتعالج ايه، قالت ايه، قالت اللي انت حاسه، قالت مشكله انت فيها فعلا، قالت فرحتك يعني زعلتك. طب انت ملحن يعني انت ايه رايك في ابو الليف مثلا؟ ظاهره ابو هقول رايي بصراحه في ابو الليف. كانت ماشيه في اتجاه ازاي والكلمات ماشيه في اتجاه ازاي؟ هقول لك ابو الليف ممكن يتصنف كمطرب شعبي اوكي، بس هو مش تافه. يعني هو مش تافه، هو بيعالج قضايا. يعني انا مبسوط من التجربه لسبب الراجل اولا بيغني مظبوط، يعني اولا غناه مظبوط جدا، وراجل مطرب طربي. الكلمات اللي بيقدمها هزار ودمها خفيف، بس هو بيعالج مشاكل. كون ان انا اعالج مشكله ليك بضحك، دي اتعملت في السينما اصلا، دي فكره سينما. يعني احنا بس نقلنا من السينما خدناه للكاسيت. ان انا اعالجك بالضحك، ان انا اقول لك مشكلتك وانا ببتسم عشان تتقبلها مني بشكل اسرع. دي كانت تجربه ناجحه جدا، وانا شايف انها ناجحه مش عيب. يا ريت كل الفنانين الشعبيين يبقوا كده، بدل ما نعمل كلام مبتذل يأذي الجيل الجديد والصغير، نعمل الحاجات دي كويس. يا محمد يعني المطربين اللي مش من روتانا نقدر نقول ان هم وسعوا الباب ليكوا شويه ان انتوا لا هو انا شويه يمكن رايي انا في موضوع المطربين اللي مشوا من روتانا. انا كان في ناس ما اتمناش انهم يمشوا. انا برأيي شخصي كملحن بقى كمطرب، بس كان في ناس رأيي فيهم فنيا لا ما يمشوش. بس هي دي بتبقى وجهة نظر شركة انا ماليش دخل فيها خالص. ففكرة توسعوا روتانا يعني طول عمرها وهي معروفة بالحجم الكبير لنجومها، وطول عمرها ما شاء الله متصدرة المبيعات ومتصدرة كل حاجة. في الاخر هو المنتج جواه ايه، مش فكرة انت مين وجنبك مين، ملهاش مقياس. اخر محمد عاوزين نسمع اغنية منك. تسمع اغنية مني؟ في غنوة نزلت في الفالنتاين، واحتمال ان شاء الله تبقى معانا في الالبوم لسه، بس يعني الشركة لسه ما قررتش. اسمها اول حب. الحاني وكلام احمد بريء. احمد بريء. اول حب انا حاسه معاك 1,000,000% اكيد، من كتر ما صدقت هواك ما بخافش وقلبي حديد. انت جاي في وقت كنت فيه نفسي الاقي حد اخاف عليه، جيت عملت فيا بس ايه مين يتساوى بيك، ده اللي زيك امشي لي بلاد واستقل حبي مهما زاد، كل يوم في عمري عيد ميلاد وانا قدام عينيك. ما جاش على بالي هو اللي انا فيه ده بجد، للدرجة دي اللي جرالي اتعلق كده انا بحد. ما جاش على بالي يبقى اللي انا فيه ده بجد، للدرجة دي اللي جرالي اتعلق كده انا بحد. مش دي